النهارده هنعمل دجاج كريسبي بأحلى وألذ تتبيلة ممكنة، وهتعرف كمان سر القرمشة ايه، وهنعمل صوص البافلو بأسهل وأحلى طريقة. يلا بينا. هنجيب كمية من صدور الفراخ، الكمية اللي تحبها نقطعهم شرائح بالشكل اللي شايفينه بالحجم اللي شايفينه ده. بعد كده نحطهم ببولة ونتبلهم، هيكون ملح وفلفل وبابريكا، وكمان أنا حطيت بهار للفراخ وتوم مهروس، وهنضيف عليهم لبن رايب ونتبلهم كويس أوي مع بعض. المحلول ده هنسيبه فيه مدة ما تقلش عن 5 6 ساعات، وممكن كمان تسيبه لليلة كاملة. معانا بولة تانية هنحط فيها معلقتين من النشا ودقيق، وهنحط عليهم نفس البهارات اللي حطيناها على الفراخ وشوية من البريد كرامب ونسيبهم على جنب. في بولة تانية هنجيب 3 بيضات وندربهم كويس قوي، وهنحط عليهم دقيق وهنحولهم لباتر، وهنبدأ نقلبهم كويس قوي بالشكل اللي شايفينه ده لحد ما توصل معانا القوام ده، وهنسيبه برضه على جنب. وهنحتاج برضه شوية من الدقيق، ما لهمش أي حاجة، نسيبهم على جنب. لصوص البافلو هنحتاج كوباية من الزبدة وكوباية إلا ربع من السبايسي صوص، وهنحط عليهم ملح وبرضو بابريكا مدخنة وعصرة ليمونة وشوية خل، كل ده مع التحريك المستمر، مش هنبطل تحريك خالص. وهنحتاج كمان شوية عسل، أي نوع عسل موجود عندك، ومش موجود عسل هتحط شوية سكر. وهنضيف شوية برضو من الكاتشب، وعشان نخفف حدة الشطة في البافلو صوص هنضيف شوية من المايونيز، كل ده مع التحريك المستمر، وهنسيبه شوية ينطبخ، وبكده يكون جاهز معانا. هنيجي للمرحلة الأخيرة، وإن إحنا واحدة واحدة هنجيب شرائح الفراخ بتاعتنا هنحطها في الدقيق اللي هو بلين معلهوش أي حاجة، وبعد كده نحطه في الباتر ونمسحه، وبعد كده هنحطه في الدقيق اللي إحنا حاطين عليه البهارات بتاعتنا ونسيبه على جنب. وهنعمل كده مع كل الكمية. بنجيب قطع الفراخ بنحطها في الدقيق اللي معلوش اي حاجه، بعد كده بنحطه في الباتر، وبعد كده بنطلعه من الباتر نحطه في الدقيق اللي احنا حاطين عليه البهارات، وبعد كده في الزيت بتكون درجه حرارته متوسطه. بنحط القطع واحده واحده، وما بنقلبهمش على طول، يعني بنسيبهم 3 دقايق تقريبا على كل جنب، بتكون استوت معانا بالشكل اللي شايفينه ده. وهنعيد نفس العملية مع كل الكمية، وفي النهاية ده بيكون الشكل النهائي مقرمش جدا. وبالهنا والشفا جربوه وإن شاء الله يعجبكم. وفي نهاية الفيديو لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم جديدنا أول بأول. إن شاء الله تعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله.